هل اتعصبنا على اطفالنا النهارده؟ طيب هل اتعصبنا على اطفالنا امبارح؟ طب بالنسبه للشهر اللي فات والسنه اللي فاتت هل في مشكله عصبيه؟ لو كل اجاباتي في مشكله عصبيه، اعمل ايه علشان اغير اجاباتي واخلي لا مفيش مشكله عصبيه، ده انا هاديه جدا؟ اعمل ايه؟ اول حاجه لازم اعملها في اي موقف اطفالنا بيحطونا فيه وبيخلونا عصبيين ومشدودين، ان انا ما ينفعش ابدا اسال ليه. ما ينفعش ابدا اسال ليه بتعملوا كده؟ ليه ما بتسمعوش الكلام؟ ليه ما بتعملوش الهوم ورك؟ ليه ما ينفعش ابدا اسال ليه، علشان 90% من الناس لما بيسالوا ليه بيحطوا اجاباتهم براهم. الظروف، الضغوط، الاطفال هي السبب، مش بيحطوا نفسهم خالص في المعادله، ان هم اللي مش عارفين يسيطروا شويه على مشاعرهم. تاني حاجه بقى ليها علاقه بالمخ. احنا مخنا مش حته واحده كده على بعضها، احنا مخنا عباره عن نصين كرويين، نص ايمن ونص ايسر. النص الايمن والايسر كل نص فيهم ليه طبيعته وليه وظايفه وليه شخصيته. اوكي، في المجمل كده شخصيه النص الايسر ليها علاقه بالتحليل، وليها علاقه بالاستنتاج، وليها علاقه باللغه وبتون الصوت. فانا لما بقول ليه بحفز قوي النص الايسر ان هو يبقى مسيطر على النص الايمن، فهو اللي يبقى واخد كده السيطره كلها. طيب فالنص الايسر بقى بيعمل ايه؟ اول حاجه التحليل، بيحلل لي الحاجه غلط وممكن يستنتج استنتاجات تجرحني. لما مثلا اطفالي ما بيسمعوش كلامي يبقى هم كده مش بيحترموني مثلا. تاني حاجه لما بيحلل وبيستنتج في وقت الضغط العصبي اللي هم حطوني فيه، بيخليني استخدم لغه والفاظ قاسيه على اطفالي وممكن تجرحهم وممكن تاثر فيهم وتعلم فيهم مده طويله. وبتخلي تون الصوت، لان هو اللي مسؤول عن تون الصوت، شويه عصبي جدا نتيجه تحليله واستنتاجه، وان هو بيخليه اللغه بتاعتي وتون صوتي مش هو ده اللي انا عايزاه. طيب الفص بقى او النص الايمن ده اللي انا عايزه ان هو اللي يبقى واخد السيطره والكنترول على الفص او النص الايسر. ليه بقى؟ عشان النص الايمن ده هو اللي ليه علاقه بالمشاعر وبالعواطف. علشان كده في اي موقف اطفالي بيحطوني فيه لازم استخدم المشاعر والعواطف. يعني لازم اقول لطفلي انا متضايقه، انت ضايقتني، اللي انت عملته ده خلاني متعصبه شويه ومتضايقه. اول ما بستخدم كده حاجه، اي كلمه فيها عواطف او مشاعر او كده، على طول اوتوماتيكلي الجزء الايمن هو اللي بياخد السيطره. فالجزء الايمن لو اخد السيطره بيخليني احسن وهاديه جدا، وبتكلم بس لغتي كلها ليها علاقه بالمشاعر والعواطف، وبتبقى لغه بتعلم الطفل ازاي يتكلم وازاي يحل المشكلات العاطفيه وازاي يعبر عن نفسه حتى في وقت التنشنه ووقت الشد.